بكيلو واحد بس من الدقيق هتعملي أحلى كرواسون، أحلى باتيه بجد خطير بعجينة هشة وطرية والطعم في حتة تانية، عشان جايبالك سر محسن الخبز اللي هتستخدميه في كل المعجنات وهيطلع معاكي خطير. بولة بقى وهنحط فيها معلقتين من الدقيق، معلقة من البيكنج باودر، معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، كوباية من اللبن، ربع كوباية من الخل. قلبي بقى كل المكونات دي مع بعض، هتشوفي بقى كده فقاقيع. يبقى كده تمام. كيلو دقيق عليهم معلقتين كبار من اللبن البودرة، رشة من الملح، وانزلي بقى بالمحسن اللي احنا عملناه مع بعض. وابدأي عجيني العجينة، وهننزل بعدد 2 بياض بيض، وهنعجن كويس جدا. وعندنا مكعبين من الزبدة هنفضل نعجن فيها لمدة ربع ساعة، مش لحد ما تلاقي العجينة معاكي ما تتقطعش. اهم حاجة انك تخدمي العجينة كويس لحد ما تلاقيها بقت ناعمة كده وبالشكل ده. هتلاقي بولة كده ودهني الوش سمنة كده، وغطيها سيبيها لحد ما تخمر معاكي في مكان دافي. اول ما تخمر بقى طلعيها كده وهاتيها على مفرش، وابدأي كده اعمليها كور قد البرتقانة الصغننة كده. انا عايزاهم كده، بصي ما شاء الله كيلو عمل كمية. واهم حاجة انك تغطيهم. هناخد كورة كورة وهندهن الوش بقى زبدة. اهم حاجة انك هتدهني الوش زبدة وحطي الكورة فوق الكورة. انا عملت 3 كور مع بعض يعني، وبدأت ان انا افردهم بالشكل ده. وبالقطاعة بقى وقطعي وحطي بقى اي حشوة عندك، بواقي تلاجة عايزاها سادة، جبنة، سوسيس، اي حاجة عندك حطيها. المهم ان هي هتطلع معاكي خطيرة. وروليها بقى كده زي الساندوتش. ممكن تعملي بقى كرواسون برضو بطريقة سهلة وبسيطة، سبعات بقى. هتاخدي من الطرف العريض لحد الطرف الرفيع. هتبقى سهلة معاكي في الرولات يعني. اهم حاجة انك تسيبيها تخمر معاكي ولمدة 10 دقايق. فرنك طبعا يكون سخن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. خلصنا كل الكمية بالشكل دوت زي ما انا وريتك كده. كل الاشكال. صفار البيض هنحط عليهم معلقتين من اللبن، عليهم معلقة من القهوة سريعة الذوبان. وهبدأ ادهن الوش، هو ده اللي هيديكي اللون الذهبي الخطير. حطي بقى على الوش كده حبة البركة ودخليها الفرن، مش هتاخد 10 دقايق. وهتولعي الشواية عشان ياخد اللون الذهبي الخطير ده. بجد تنفع في اللانش بوكس، تنفع في الفطار، تنفع في العشاء جنب كوباية شاي، تجنن. بجد جربوها هتعجبكم جدا. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم.